البلديات طبعا بعد خروج المحتل من هون والإرهاب، وبلشنا عمل البلديات. كان عمل البلديات صعب كتير لأنه كانت البنى التحتية كلها تقريبا مهدمة بسبب مخلفات الحرب. عملنا على إزالة هاي المخلفات من جميع القرى اللي تابعة لجغرافيتنا نحن كبلدية فافين. القدرة على المعيشة ومساعدة المواطن أكتر، لأنه خلال الحرب يعني تأزمت كتير البنى التحتية للشهباء. يعني 7 سنين من الأزمة، برغم يعني الإمكانيات القليلة إنجاز عمل كتير كبير. يعني إمكانياتنا كانت قليلة وطرقاتنا ما مفتحة وهجرة أهالينا من عفرين كمان. هذا الشيء رغم كل هالصعوبات هاي اللي مارست معنا، ولكن حاولنا إنجاز عدة يعني مشاريع. أنشأنا مشروعين صرف صحي في فافين، وكم تم تنظيف عدة ريجارات خارج قرية فافين والقرى التابعة لفافين. طبعا نحن القرى التابعة لفافين تقارب 14 قرية. هاي القرى نحن مسؤولين عنها كبلدية، عم نخدمها طبعا بالمولدات، كهرباء، مياه، نظافة. عنا طبعا فعلنا كمان خلال هاي السنتين 5 أبيار مياه، منهم تابعين للبلدية ومنهم استأجرناهم استئجار. هدول الأبيار طبعا بنغذي منهم المواطنين مياه مجانية. مضمون هذا العمل انه يكتر فرص عمل للشعب، بما انه الشعب يعني مهجر وجاي من عفرين. إضافة لعمال نظافة، عملت 3 جرارات نظافة بتخدم هي الناحية الجغرافية اللي هي 14 قرية. وموظفينا بالبلدية شي 97 موظف. بالشتاء جهزنا طبعا مولداتنا. لكل مولدة عمرنا غرفة. مولداتنا تم تعمير غرف لجميع المولدات، ونصب جوادر على جميع المناهل. تم تنظيف الريجارات تجهيزا لأمور الشتاء. وأول دخول الشتاء الطرقات اللي كانت كتير صعبة تم تصليحها وترميمها بالبقايا والبحث. إنه الشيء اللي ضل ما حسنا نساويه ب 2019 إن شاء الله ب 2020 رح نقوم بهذا العمل اللي ما عملناه 2019. طبعا تم تصليح بعض الطرقات فافين، ولكن بعض الطرقات ما تم تصليحها بسبب الأحوال والأوضاع اللي صارت هون بالمنطقة. طبعا إن شاء الله سنة 2020 بيكون عملنا أكتر وإنجازاتنا أكبر، وتكاتفنا مع الشعب يكون أكتر